اذا كان شي حاجه صعيبه ندخلوها في القانون. حزب الاستقلال كيقترح الاحزاب المغربيه انه يدار ميثاق اخلاقي، حنا كنوجدوه وغادي يتطرح بين الاحزاب السياسيه اللي غادي تناقش فيه. شنو جاب القانون؟ عرفنا واش غيكملوا لا ولكن جاو جوج المبادرات اساسيه. اولا يمنع ترشيح الاشخاص اللي هما متابعين وصدرت في حقهم احكام بالاستئناف فيما يتعلق بالجرائم اللي مرتبطه بالنزاهه والمروءه، واللي فيها ايضا احكام تتعلق بالحرمان من الاهليه الانتخابيه. عنده غير حكم استئنافي ماشي تيمشي للنقض. والاشخاص المرشحين اللي عنده حكم ابتدائي في الجنايات ما يترشحش. لان علاش؟ الا خلينا هذا الباب تيجي عندك واحد غيجيب مقعد ولكن متابع، تينجح تيترشح وتينجح، تيدوز عامين تيطلع في القائمه ديال المتابعين في وسط البرلمان، وتيقول لك ها البرلمان الشفاره، البرلمان ديال المفسدين، البرلمان ديال الشهداء. دابا راه اكثر من 32 برلماني متابع، ما كاين حتى في دوله 10%. علاش؟ لانه هو كيجي كيقول لك انا راه عندي حكم ابتدائي، انا خويا ما تحرمنيش تنجيب النقد. مني كيدخل كيدوز عام ونص عامين في البرلمان كيصدر الحكم النهائي بانه راه متابع ويمشي للحبس ويمشي اذا هذا الامر خصو يتحبس دابا، لانه المغاربه علاش فاقدين الثقه في هذا الشيء؟ لان كيشوف مفسدين طالعين للبرلمان وبرلمانيين وكيديروا في البلاد ما بغاو. راه ما عندنا مشكل حتى مع حد، ولكن عندنا الغيره على الصوره ديال بلادنا، على الصوره ديال البرلمان ديالنا، على الصوره ديال الحكومه ديالنا. اذا بالتالي في حزب الاستقلال كان مع هذا الاقتراح ديال انه بطبيعه الحال هاد الناس المتابعين يمنعون من الترشيح اصلا للانتخابات باش ما ياثروش على العمليه والنزاهه ديال العمليه الانتخابيه. بطبيعه الحال كاين امور كثيره طالبناها لقيناها. ما كان صعيب علينا انه نزيدوا اليوم في العدد ديال اعضاء البرلمان 395 واحد. المغاربه غدا الا قلت لهم راه غادي نزيد واحد 20 ولا 30 حتى واحد ما يقبلها. اذا المراه صعيب اننا نطلعوا نزيدوا اكثر من 90 يطلع في اللائحه الجهويه، لانه حنا دابا راه 15 عام حنا كنديروا انتخابات. شكون هما العيالات اللي يقدروا يدوزوا في اللائحه المحليه؟ 5 6. اذا ذاك اللائحه الجهويه خصها تبقى فيها 90. وقلنا انه الحزب اللي غيرشح المراه وغتفوز بالمقعد كيستافد من التعويض في 10 ضربوا في 10. الى المقعد داتو المراه او داه الشاب اقل من 30 عام او داه واحد المرشح كينتمي لابناء الجاليه المغربيه في الخارج، باش يتشجعوا الاحزاب انهم يرشحوا هاد الناس بطبيعه الحال، لان في نهايه المطاف راه غيستافد الحزب وغيستافد حتى ذاك المرشح. اذا بالتالي وتقبل هذا المقترح. طلبنا كذلك انه اليوم كتعرفوا بانه الاحزاب بحال ديالنا اللي خدامه برزقها عندنا مشكل ديال الهبات. دابا القانون كيقول بانه ما يمكنش شي واحد يهب للحزب اكثر من 60 مليون في العام. قلنا نطلعوها 100 مليون بعد شي شويه 80 مليون وراه تقبلت كذلك. انه على الاقل اللي بغى يعاون الحزب يكون عنده الامكانيه انه يتبرع بذاك المبلغ ديال 80 مليون ماشي هي 60 مليون. اذا بزاف كما قلت لكم راه تقريبا 43 او 46 اقتراح لقينا راسنا اليوم في التعديلات اللي جابت الحكومه وكأن احنا اللي صوبناها. وهذا بطبيعه الحال هذا هو حزب الاستقلال. حزب الاستقلال اللي تعبر على المغاربه وهو الضمير ديال المغاربه وكيحس بالمغاربه. واليوم الانتخابات المقبله بغينا نترجموا هذا الشيء. الترجمه ديال هذا الشيء هو خصنا نتعاونوا كفريق كاملين نجيو حنا للوالا ان شاء الله. الا جينا حنا للوالا خدينا رئاسه الحكومه واحد العدد الامور اللي كنوعدوا بها الناس واللي التزمنا مع بها الناس غنكونوا قادين اننا ننفذوها. وحزب الاستقلال هو هذا ما يمكنش انه يفي الوعد ديالو، ونتمنوا اننا نكونوا عند اللحظه ان شاء الله. شكرا لكم. تفضل. خصنا اليوم كحزب اننا نفكروا ملي غنفكروا في انتخابات 26 راه كنفكروا بهذا المنطق ديال 27 الاخوه. بمعنى ما كاينش الربط، ما كاينش الفصل ما بين الانتخابات التشريعيه والانتخابات الجماعيه اللي جايه ان شاء الله. فلهذا انتم شفتوا الاخ الامين العام راه بعث واحد العدد ديال الدوريات تتعلق بتجديد التنظيمات. اليوم خصنا كتنظيمات نكونوا واجدين، بمعنى الفروع ديال الحزب، الفروع ديال التنظيمات الموازيه خصها تهيكل باش ان شاء الله منين نوصلوا للمحطه الانتخابيه على الاقل تنظيميا كنكونوا واجدين. كنرحبوا بالدكتور المناضل
العزيز والأستاذ الماهر في السياسة، أنا أعتبره ماهرا في السياسة، وحضرت أخوات المحترمات جميعا، والإخوان كذلك محترمين جميعا، وكتاب الفروع وأعضاء المجلس الوطني، والأخ المحترم المفتي الحزب الممتاز سحم الطالب. حضورنا اليوم حضور عائلة، ودائما أكرر هذه الجملة لأننا نعتبر أنفسنا عائلة، والعائلة يجب أن تكون دائما منسجمة في جميع القرارات وفي الأخوة والصداقة. شكرا السي عبد الحفيظ، الدكتور عبد الحفيظ على العرض القيم. وحنا ما احوجنا الجلسات العائليه اللي ربما اننا كنحسوا بواحد الدفء، وكنظن بان الشق الثاني من الشعار وهو رهانه المغرب السعيد تكلمتي فيه بواحد الاقتضاب على بعض الامور اللي ساهم حزب الاستقلال منذ قبل من 75 الى يومنا هذا. تنظن بان الاولويه خصها تعطى ما هو وطني، الوطنيه. تنظن بان هذاك اقتراح ان الشعار المقبل للمجلس الاقليمي، المجالس الاقليميه تكون هو المواطنه، لان تعرفوا حزب الاستقلال كان سباق، هو مرجع ديال المواطنه. حنا ملي كنا شباب وكنا في الشبيبه المدرسيه تعلمنا عده امور فيما يخص. انا تنظن بان كاين واحد النوع من التقصير فيما يخص هذا التحديد الوطن لهذا الشباب السعيد. وشكرا. اخواني اخ الكاتب الاقليمي واخوان كتاب الفروع، وكذلك الاخ المفتي العزيز، اخت هنيه مشكوره على البيان التي قدمت، الاخوه اعضاء مكتبه الفرع بالمسيك، والاخوه والاخوات مكاتب الفروع، مكاتب الدوائر. اولا اشكركم على الحضور ديالكم، وثانيا على المسانده ديالكم داخل المنطقه، لان بكل صراحه عملنا مجموعه من اللقاءات كنلقاوكم ديما السند، وديما كنلقاوكم في الجنب ديالنا ان شاء الله حتى حزب الاستقلال داخل المقاطعه ديال بنمسك الدرجه الاولى، وداخل الاقليم بنمسك الدرجه الثانيه غيكون بالجنب ديالكم. وهذا معروف على المناضلين اللي الان امامكم بكل صراحه. دائما حزب الاستقلال كان عنده الهم الوحيد والاوحد هو المشاكل والمشاغل ديال المواطنين في جميع. من هذا المجلس الاقليمي الذي ينعقد اليوم في اقليم بنمسك، طبعا الحل هو ياتي في اطار الديناميه التنظيميه التي اطلقها حزب الاستقلال في عقد المجالس الاقليميه في كافه ربوع الوطن، بطبيعه الحال تحضيرا للمجلس الوطني للحزب الذي سيعقد يوم السبت المقبل 29 نوفمبر. وهذا المجلس اختاره الاخ الامين العام قياده الحزب شعار واحد هو المتمثل في الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه ورهانات المغرب الصاعد. اذا بالتالي فنعرفوا اليوم ان القضيه الوطنيه اليوم قطعت مراحل مهمه مع القرار الاممي ديال مجلس الامن 27/97، اضافه الى الخطاب التاريخي لجلاله الملك في 31 اكتوبر الماضي، اللي اكد فيه اولا على النصر وعلى الوحده، وعلى انه المغرب سيحتفل سنويا ب 31 اكتوبر باعتباره عيدا للوحده. اذا اليوم هذا اللقاء كان فيه تواصل مع المناضلين ديال الحزب ومناضله الحزب، شرحوا فيها اولا هذه المبادرات الحكم الذاتي، شنو هي اهم المضامين ديالها، وما هي الانتظارات اليوم والاستحقاقات اللي المغرب مقبل عليها علاقه بهذا الموضوع ديال الوحده الترابيه. النقطه الثانيه هي المرتبطه بالجيل الجديد، الاصلاحات اللي اطلقها جلاله الملك في الخطاب الاخير، اللي اعلن على انه اليوم لابد من اعاده النظر واعتماد الجيل الجديد من الاصلاحات المتعلقه بالتنميه الترابيه المندمجه. ولاحظنا انه بعد هذا الخطاب الملكي انطلقت واحد العدد ديال المشاورات في عدد من اقاليم المملكه اللي فيها الاستماع الى المواطنات والمواطنين فيما يتعلق بالحقوق الاساسيه، وكذلك الولوج الى البنيات التحتيه وفق نظره متكامله، وايضا تستحضر هذا البعد المندمج في العمليه ديال التنميه. اذا كانت اليوم كذلك بطبيعه الحال فرصه اننا نشرحوا للمناضلات والمناضلين شنو هي اليوم المراحل اللي قطعتها هذه العمليه، وايضا كانت فيها لحظه مهمه للتواصل مع المناضلين، التاكيد على الاهميه ديال تقويه التنظيم الحزبي،
كذلك الاستعدادات الانتخابيه المقبله، وكانت فرصه اننا قدمنا بطبيعه الحال اهم التعديلات اليوم اللي هي معروضه على البرلمان فيما يتعلق بالمنظومه الانتخابيه، بما يعزز الديمقراطيه في بلادنا ويعزز المسار التنموي تحت قياده جلاله الملك نصر الله.